في 2020 تم القبض على قذافي بالصدفة، لكن لما اتقبض عليه كان باسمه شخصية تانية خالص، وهنعرف كمان شوية ازاي وليه. قذافي كان شغال موظف بسيط ومن عيلة متواضعة، وعلشان ظروفه المادية ما كانتش مساعداه يحقق أحلامه، فقرر إن هو هيشتغل في مجال سمسارة العقارات، يشتغل وسيط عقاري سواء في بيع أو إيجار عقارات أو إيرادي. وفي 2014 لما بقى يكسب فلوس كويسة من موضوع السمسرة والوساطة العقارية، استقال من وظيفته وقرر إنه يشتغل بشكل أساسي سمسار عقارات. في 2015 اتعرف على سيدة اسمها فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء في وصفها للقذافي إن شخص خجول وطيب ومحترم جدا في التعامل مع الناس، وهو اتجوز فاطمة الزهراء باسمه وشخصيته الحقيقية اللي هي قذافي. فاطمة الزهراء ما كانتش عارفة إن هي الزوجة التانية، والزوجة الأولى كان متجوزها بنفس الاسم والشخصية اللي هي قذافي، لكن كان في زوجات قبل كده وبعد كده بأسماء وشخصيات ناس تانية هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. و2015 هو تاريخ أول جريمة عملها القذافي، وهي كانت تخص بنت اسمها نادين، وهي أخت فاطمة الزهراء الزوجة التانية. كان قذافي على علاقة غير مشروعة بنادين قبل ما يقرر إنه يتجوز فاطمة أختها، ولما نادين عرفت إن قذافي عايز يتجوز أختها قررت إنها تفضحه وتقول لأهلها وتقول لأختها إن قذافي مش بالصورة اللي انتم شايفينها دي، وإنه بني آدم تاني خالص. قذافي بدأ يفكر في ارتكاب أول جريمة، وهو إنه إزاي يتخلص من نادين. عايزك تسمع ذكاء قذافي في طريقة التخلص من نادين، وهي نفس طريقة الذكاء في التخلص من كل الضحايا بعد كده. قرر قذافي إن هو يقنع نادين بإنها تمثل وإن ترجع لحلمها القديم، هي كان نفسها تشتغل في مجال التمثيل. فبلغها إن في منتج سوري صاحبه عنده استعداد يمضي معاها عقد تمثيل، لكن الشرط إنها تسافر بره مصر، هتمثل في مجموعة من العمايل الفنية، وده مقابل مبلغ مالي كبير. في الأول أهل نادين رفضوا، ورغم تدخل القذافي عندهم إلا أنهم أصروا على الرفض لحد ما جاب لهم في البيت المنتج السوري بنفسه. والمنتج قعد مع والد نادين ومع والدتها اللي هم بالنسبة للقذافي حماه وحماته، وأقنعهم إنها فرصة عمر نادين علشان تحقق النجومية. ومجرد ما أهلها وافقوا بعد ضغط من نادين، نادين مضت العقد وسافرت. وأول ما سافرت اتقطعت علاقتها تماما بالأهل، ما بقاش في أي وسيلة اتصال بتحصل، لدرجة إنها كانت بتبعت لهم رسائل بس مرة إنها جالها إصابة في رجلها، مرة إنها مشغولة ومش عارفة تتواصل عشان تتصور، مرة إنها سابت البيت اللي قاعدة فيه ونقلت راحت بيت جديد، لكن اتصالات هاتفية فعليا مش موجودة. نادين بدأوا يشكوا جدا في القذافي وفي تصرفاته، ولما اتكلموا مع قذافي إن هو يحاول يوصل لصاحبه المنتج ويرجع أختهم، بدأ يدور معاهم زيهم بالظبط، وبدأ يحاول يتصل بصديقه المنتج السوري، لكن مفيش أي فايدة. وفي الحقيقة هو في الوقت ده كان قتل نادين ودفنها في نفس التوقيت اللي حصلت فيه المشكلة مع أهل مراته. بخصوص نادين، كان ليه صديق عمره اسمه المهندس رضا، والمهندس رضا كان مسافر السعودية يشتغل هناك، وأقنعه قذافي إن العمل في مجال الاستثمار العقاري ممكن يكسب منه كتير جدا. وهنا اقتنع المهندس رضا بكلام قذافي، وبدأ يبعت كل شهر فلوس لقذافي علشان يستثمرهم ليه في موضوع الاستثمار العقاري. لكن المهندس رضا وبعد مرور 3 سنين بدأ يشك، لأن مفيش أي عائد مادي كان بيجي من قذافي للمهندس رضا، وحجم التحويلات اللي تمت من المهندس رضا القذافي وصلت ل 3 مليون جنيه. فقرر المهندس رضا إن هو ينزل لمصر علشان يقابل القذافي بنفسه من كل الممتلكات اللي اشتراها قذافي وحجم الاستثمار اللي عمله قذافي بال3 مليون جنيه. قذافي لما عرف إن المهندس رضا جاي قرر إنه يكمل باقي الخطة. أول حاجة عملها إنه استقبل المهندس رضا في المطار، وطلب منه إن هم يروحوا شقة من الشقق اللي هو كان شاريها باسم المهندس رضا علشان يعزمه هناك على أكل الكشري كان نفسه فيها من زمان. والمهندس رضا راح معاه على البيت، وهم قاعدين فتح له الكشري، بس كان قذافي حاطط له في الكشري سم. وبمجرد ما المهندس رضا كل الكشري اللي فيه سم بدأ يحس بألم جامد جدا في بطنه. زافي دخل المطبخ وجاب قطعة حديدة هو كان محضرها، وضرب المهندس رضا على راسه أكتر من ضربة لحد ما اتأكد إنه مات. وقذافي في الوقت ده كان محضر شنطة كبيرة علشان ينقل فيها المهندس رضا من الشقة اللي قتلوا فيها لشقة تانية برضه باسم المهندس رضا. وبعد ما دفن المهندس رضا في الشقة قفل الشقة ورجع تاني على منطقته. قابله وقعد معاه شوية، وبعد كده سابه
وما يعرفش راح فين، ونزل يدور مع أهل المهندس رضا في كل مكان ممكن المهندس رضا يروحه، لحد ما فوجئ أهل المهندس رضا إن جالهم رسالة على تليفون أخته بتقول فيه إن هو المهندس رضا، بس بيبعت من تليفون غريب، وهو اتقبض عليه وهو ماشي في الشارع لأن كان في مظاهرة وهو مش عارف الأمن مرحله لفين. وطبعا أهل المهندس رضا بعد 5 سنين عرفوا إن اللي كان باعت الرسالة دي هو قذافي. قذافي في الوقت ده حس إن موضوع قتل وإخفاء الجثة أمر سهل جدا، فقرر إن هو ينتقم من زوجته الأولى اللي هي اسمها فاطمة زكريا، وده بسبب خناقة كبيرة حصلت بينهم لما شافت عدد كبير من البطاقات الشخصية كلها فيها صورة قذافي، لكن الاسم في كل بطاقة متغير. وهنا بدأت تهدد قذافي إن هي هتبلغ عنه لأنها شكت إنه نصاب، لحد ما قذافي قرر إن هو يتخلص من مراته الأولى بنفس المهندس رضا. حط لها سم في الأكل، وأول ما مات قرر إن هو هيقطع جثتها لقطع صغيرة وحط القطعة دي جوه الديب فريزر وسابها لحد ما تتجمد، وبعد كده نقل الأكياس اللي فيها زوجته التانية وهي مجمدة على نفس الشقة اللي دفن فيها المهندس رضا، وكان برضه محضر حفرة علشان يدفن فيها الجثة التانية. وبعد ما خلص دفن الجثة التانية جوه نفس الشقة قرر إن هو هيجدد الشقة بشكل كامل ويعرضها للإيجار، وفعلا جدد كل حاجة في الشقة وركب سيراميك جديد، وبعدها عرض الشقة للإيجار. وناس سكنت فيها لمدة 4 سنين ما كانوش عارفين إن تحتهم في جثث ناس ميتة. وقذافي بعد ما قتل زوجته الأولى راح لأهلها وقال لهم إن هي أخدت منه فلوس وسرقت فلوس من البيت، وبعدها اختفت وهو ما يعرفش عنها حاجة. وأهل مراته عملوا بلاغ يتهموا فيه القذافي بأن هو السبب الرئيسي في اختفاء أو قتل بنتهم، إلا إن ما كانش فيه أي دليل ضده، وقدر يثبت ده ويكمل حياته عادي. في 2017 كان معاه كل التوكيلات الخاصة بالمهندس رضا، فقرر إن هو يبيع كل ممتلكات المهندس رضا وخد الفلوس وساب الجيزة تماما وراح على اسكندرية. بس قبل ما يسافر على اسكندرية قرر إن هو هيبعت رسالة تانية لمحامي عائلة المهندس رضا يقول له فيها إنه هو المهندس رضا ولكنه مقبوض عليه وعمال يترحل من مكان لمكان لكنه مش عارف هو فين بالظبط. في نفس التوقيت المحامي يعرف إن كل ممتلكات المهندس رضا اتباعت وإن اللي باعها قذافي، وهنا المحامي يطلع بسرعة على اسم الشرطة علشان يعمل فيه بلاغ باتهامه بشكل رسمي في اختفاء المهندس رضا، واكتشف إن في كمية قواضي نصب مرفوعة على قذافي في الوقت ده. قذافي سافر على اسكندرية، لكن لما سافر كان بطاقته وكل أوراقه رسمية بتقول إن هو المهندس رضا، وعاش وسط الناس في اسكندرية إن اسمه المهندس رضا وإنه متخصص في هندسة الإلكترونيات. وفي تعرف على بنت اسمها ياسمين. ياسمين أعجبت بيه وهو أقنعها إنه عنده أفكار استثمارية كبيرة، وبدأ ياخد منها فلوس علشان تستثمر الفلوس دي معاه. وفي نفس التوقيت قذافي اللي كان منتحل شخصية المهندس رضا كان وعدها بالجواز، لكن بعد مرور وقت طويل ياسمين ما لقتش أي جديد بيحصل، فطلبت منه إن هو يرجع لها الفلوس وإنه يتجوزها زي ما وعدها. فقال لها إن هو ما معهوش فلوس يقدر يديها لها، لكن يقدر يديها أجهزة كهربائية من المخزن بنفس قيمة المبلغ المالي اللي هو واخده. فطلب منها تجيله على المخزن في منطقة العصافرة بالليل. فلما راحت له المخزن راح خنقها وضربها على راسها وقتلها وحفر حفرة جوه المخزن ودفنها هناك. وانتهت قصة ياسمين تماما. وبعد فترة طويلة اتعمل بلاغ باختفاء ياسمين، لكن مفيش أي حاجة ضد قذافي اللي هو بالنسبة لهم المهندس رضا. وبعد ما اتخلص من ياسمين قرر إن هو يتجوز دكتورة صيدلانية اسمها نهى. دي كانت من عيلة غنية في اسكندرية، لكن بعد فترة جواز استمرت 3 شهور الدكتورة الصيدلانية طلبت من قذافي اللي هي كانت عارفة إن هو المهندس رضا الطلاق، وقذافي وافق على الطلاق. لكن قذافي قرر ينتقم منها انتقام جديد، ولأنهم عيلة غنية ومرتاحة ماديا فقرر إن هو هيسرقهم. وراح قذافي على بيت حماه وحماته، لكنه كان لابس نقاب وفتح الشقة ودخل لأنه كان عارف إن هما مش موجودين وكانوا مسافرين. وبعد ما سرق الذهب والفلوس اختفى تماما. كان أول المتهمين هو قذافي اللي هو المهندس رضا، وراحوا على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ في المهندس رضا، ففعليا هما بيدوروا على حد هو أصلا مش موجود. وبعد ما قذافي هرب مكان سكنه سمى نفسه محمد مصطفى وعمل كل الأوراق المطلوبة علشان يبقى اسمه محمد مصطفى قدام كل الناس، وتعرف على سيدة اسمها مي. السيدة دي كانت برضو من عيلة مرتاحة ماديا، فقذافي قرر إنه هو قصدها إنه معاه فلوس، فخد مجموعة صغيرة من المشغولات الذهبية اللي كان سرقها وراح يبيعها في محل ذهب. فأول مرة اتباعت عادي وصاحب المحل ما شكش فيه، لكن الشك حصل في المرة التانية لما قذافي راح معاه شنطة كبيرة مليانة مشغولات ذهبية،
في الوقت ده الأجهزة الأمنية كانت موزعة منشور. المنشور ده جواه كل أوصاف المشغولات الذهبية اللي كانت اتسرقت من بيت الدكتورة الصيدلانية نهى اللي كان متجوزها القذافي، اللي كان مسمي نفسه ساعتها المهندس رضا صاحب محل الذهب. لما قذافي دخل عليه بالمشغولات الذهبية قدر يتعرف على المسروقات وبلغ الشرطة وقال لهم إن في شخص غريب عندي جاي يبيع مشغولات ذهبية تشبه المشغولات اللي اتسرقت. الشرطة طلبت منه إنها تعطل قذافي على قد ما تقدر، وفعلا صاحب المحل عمل كده لحد ما وصلت الشرطة علشان تقبض على المهندس رضا المتهم بسرقة المشغولات الذهبية. وتم القبض على قذافي في محل الذهب، وتم ترحيله على مديرية أمن اسكندرية، وتم إبلاغ أهل المهندس رضا إنه تم القبض عليه في اسكندرية وهو متهم في قضية سرقة. أهل المهندس رضا وصلوا بسرعة على اسكندرية علشان يشوفوا أخوهم، فاكتشفوا إن الشخص اللي هم جايين يزوروه هو قذافي، واللي هو في وقت القبض عليه كان اسمه محمد مصطفى. وبعد تضييق التحقيقات معاه اعترف بكل جرايمه وتم استخراج الجثث والتعرف عليه. القذافي يعتبر من أذكى وأصعب المجرمين اللي ممكن تسمع عنهم في مصر، لكن في الآخر اتقبض عليه واتحكم عليه بالإعدام.